في الحلقات اللي فاتت من السلسلة دي كنا دايما بنتكلم عن ممثل ابتدى عالي قوي وفجأة حصلت له حاجة أثرت على نجوميته، لكن في الحلقة دي الممثل بتاعنا زي ما هو مختلف في كل حاجة، من أول طريقة كلامه لحد الطريقة اللي بيركب بيها الإفيهات بتاعته. كمان رحلته غريبة لأنه ابتدى بطل مع واحد من أهم المخرجين في السينما، وبعدها رجع يعمل أدوار ثانوية، وبعد كده رجع بطل تاني بس بيعمل أفلام ما بتنجحش، فقعد فترة مختفي. بس المرة دي لما رجع لنا رجع بقوة زيادة عن اللزوم، يعني لدرجة إن ما بقاش فيه عمل كوميدي هو مش موجود فيه، سواء بطل أو دور تاني أو حتى ضيف شرف. ولكن مع تكرار ظهوره ده ابتدى يفقد إبهاره والحاجات اللي كانت بتميزه قبل كده، بشكل يخلينا نسأل هو إيه اللي حصل لعمرو عبد الجليل؟ طيب خلينا المرة دي نبتدي من الآخر للأول. لا كده من الآخر قوي، خلينا قبل كده شوية. دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة. لا قبل شوية كمان. بشرب شاي على قهوة. شاي على قهوة؟ وده اسمه ايه ده بقى؟ شهوة. أيوة من هنا. في الفترة دي عمرو عبد الجليل ما كانش النجم المغمور، لا كل الناس عارفاه وبتحبه، بس في نفس الوقت ما كانش النجم اللي لما بينزل له فيلم بيكسر الدنيا، لا هو منه بطل اول ولا منه بطل تاني، متواجد بس مش مؤثر، عمال يقدم تجارب كتير في السينما وما بتنجحش، يقدم اعمال في الدراما هي غريبة بتتشاف بس الناس مش راضية عنها بالشكل الكافي، تيجي تبص قبلها بكام سنة تلاقيه طالع من نجاحات مكسرة الدنيا وافلام وادوار معلمة مع الناس جدا. بس هو في فترة ما كده حصلت له حاجة متعرفش ايه هي، يعني هو المفروض يكون نجم دلوقتي بس لا، في حاجة خفية منع ده، وفضل محبوس في المرحلة دي شوية لحد ما في مرة يعمل فيلم اسمه سوق الجمعة وهيقول فيه الإفيه ده: يا محمد التلج ده مش ساعة ليه؟ بس الفيشة اتحطت من تاني والكهرباء رجعت، الناس افتكروا هما كانوا بيحبوا عمرو عبد الجليل ليه؟ هي الطريقة دي، هي الإفيهات دي، هو المربع ده. طريقة عمرو عبد الجليل المعتادة انه يقول لك حاجة انت عارفها بس يجي في الاخر ويغفلك خالص. مفيش حد بيعرف يقدم الطريقة دي بالنجاح ده قد عمرو، ده لانه مش بيفتعلها، ما جاتش معاه صدفة، هي خصلة فيه في شخصيته في الحقيقة. شبه بيقولوا كلام شبه الكلام والجرش في عين امه غزال، فهي دي الفكرة، ان في كلام شبه الكلام بس الناس بتفهم النية الطريقة دي مش بس بتضحك الناس ولكنها بتجيب مشاهدات على يوتيوب تيك توك، بتعلي نسبة مشاهدة الأعمال اللي بيكون فيها، وده يفهمك ليه من بعد فيلم زي سوق الجمعة حصل الكنان ده كله في جليل عمرو عبد الكريم، في كارير عمرو عبد الجليل. الراجل عمل حوالي 25 فيلم ومسلسل في 4 سنين، ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك. بس هل الأعمال دي كلها خطوة لقدام؟ هي نفس النكت، نفس اللوك، نفس الأداء، ويمكن حتى نفس الشخصية في بعض الأوقات. من الآخر عمرو عبد الجليل بعد ما كان بيشتغل عمل كل سنتين بقى بيشتغل في السنة 8 و9 أعمال، علشان بقى سبوبة، هو بيكسب والمنتج بيكسب ومفيش أي حاجة بتتقدم للمشاهد. يمكن آخر إفيهات معلقة مع الناس لعمرو كانت من فيلم كازابلانكا، وبسبب نجاحها وانتشارها ابتدى من بعدها يعيد ويزيد في نفس الشخصيه دي اكتر من مره. انت خلاص بقيت حافظ انك هتشوف عمرو عبد الجليل يا اما رجل اعمال لابس البورنيطه بتاعته دي ماسك سيجار، يا اما هتشوفه صعيدي وبيقول افيهات، حتى لو العمل ده كان درامي هيقول برضه افيهات. وانا قلت افيه ما حدش خد باله منه، ده مش بوست على فيسبوك طلع بيجيب لايكات يبقى يلا نكرره بقى، ده تمثيل. هي مهنه بس لازم يكون فيها ابداع، لازم تخلق حاجه جديده، انما انت كده بقيت موظف عندك روتين، هتروح النهارده الاستوديو تلبس نفس الهدوم تقول نفس الكلام، المنتج ينزل الكلام ده على يوتيوب تحت عنوان ساعه من قصف جبهات عمرو عبد الجليل. هيفرق ايه عن اي حد بيعمل تيك توك؟ اصلا نص شغل عمرو عبد الجليل بقى عباره عن كليبات مغرقه التيك توك كله. اعمل شاي عشان الكوبايه اتكسرت. ما الكوبايه في ايدك يا معلم. ايه ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان احنا عندنا صناعه لو لقيت حاجه ناجحه هتمسكها تحلبها لحد اخر نقطه. تمام، ده موجود في العالم كله، كم الاجزاء وسلاسل الافلام والريميكس لافلام قديمه كل ده حل، لكن اللي بيحصل عندنا ده لا في ريحه الصنعه ولا هوب من الفن، وبره هما بيكسبوا من ورا ده مليارات، انما انت هنا هتكسب مهما هتكسب هتفضل ولا حاجه، حاجات يعني ما تستحقش كل الهري ده، ولا ايه؟ ولا طيب انتوا بتجيبوا عمرو علشان يقول الافيهات بتاعته اللي محدش بيعرف يقلدها او يعمل زيها، فحلو انك تسيب له مساحه علشان يضيف من عنده، لكن يضيف على اساس مكتوب من غير ما يخل بطبيعه الدور ولا بالدراما اللي مكتوبه. لكن اللي بيحصل مؤخرا ان المنتجين بقى بيحشروا عمرو عبد الجليل في مشهد ضيف شرف، لا بيقدم ولا بيأخر في الاحداث، علشان يحطوا الافيهات بتاعته في اعلان الفيلم، والناس تقول والله الفيلم ده انا مش حابه قوي بس عمرو عبد الجليل فيه فانا هدخله. وضيف شرف في فيلم السرب، وضيف شرف في فيلم اكس، وضيف في كذا، ضيف شرف في كذا حاجه. مش مهم بقى اذا كان الدور ده مكتوب من الاول ولا جابوه على اخر لحظه لما حسوا ان الفيلم ناقصه شويه مشاهد كوميدي وقالوا ها يلا تعالى ركب لنا كام افيه من بتوعك دول. الراجل من كتر ما الموقف ده بيتكرر معاه بقى بيكرر افيهاته، هيجيب لهم تاني منين؟ اللي انقح بقى انه بقى بيروح يصور وهو مش عارف دوره ايه ولا قرا السيناريو من الاساس. لا يعني على فكره انا مضيت قبل ما اقرا.
خلينا نحط كل ده على جنب ونتكلم عن اللي حصل في الضاحك الباكي، وهنا بتكلم عن اداء عمرو عبد الجليل تحديدا مش عن اي مشاكل تانية في المسلسل. الناس حست انه لا قريب من نجيب الريحاني ولا حتى بيقدم اداء محايد من غير تقليد متقن، وعلى فكره هو كان قلده كويس جدا في مشهد كوميدي في كلمني شكرا فغريبه يعني. بس اللي في المسلسل ده عمرو عبد الجليل بشخصيته الحقيقيه بطريقه كلامه بافيهاته، وده يخلينا نسال هل عمرو عبد الجليل ممثل مش شاطر؟ ده كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي. لو عايز تتاكد من شطارته اتفرج على افلامه القديمه مع يوسف شاهين، الافلام اللي فيها كان بيقدم ادوار مركبه، بيمثل بجد، بيرقص، بيغني، وبيعمل كل حاجه، وده معناه انه ممثل بيقدر يتشكل على حسب الدور اللي بيقدمه. وده برضه باين في كل تعاوناته مع خالد يوسف اللي كل شغله معاه يعتبر هو حجر الاساس اللي خلاه يظهر ويتعرف عند فئه اكبر من الجمهور. لكن دلوقتي عمرو مالوش كبير، مش قصدي يعني انه بيقل ادب ومحدش عارف يلمه، لا، اقصد ان مفيش حد يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. فين وفين لما يشتغل مع مخرج عنده ضمير ويقول له عمرو بطل طريقتك دي والتزم بالشخصيه، زي عمرو سلامه كده في طايع لما منعه انه يهزر بطريقته المعتاده، خلاه يلتزم بدور الرئيس حربي تاجر الاثار اللي ما ينفعش يبقى ابراهيم توشكا في اي لحظه من اللحظات. هموت واعمل كوميديا في المسلسل ده، بس ما رضيش، قال انا عايز احافظ على وقار الشخصيه. نهايته الواحد لما بيقول كل ده مش معناه انه بيهاجم او بيكره الشخص، بالعكس، انت لو مش شايف ان ده ممثل شاطر وكوميديان مميز مفيش منه اتنين ما كانش الواحد قاعد يتكلم عنه كل ده. لكن حقيقي اللي بيحصل مع عمرو مزعج، وعمرو هو الحاله الاشهر، لكن في زيه كتير جدا ناس بيتم استغلال نجاحهم من المنتجين لحد ما يخلوهم ما عندهمش اي حاجه يقدموها تاني بعد كده. عمرو فقد قدرته اللي بتميزه، بقى بيكرر الافيهات هي ما بقاش قادر يبتكر. بالامانه كده وجوده في فيلم حلمي الاخير ولا ظهوره كضيف شرف في فيلم كريم عبد العزيز ما اعتقدش انهم اضافوا ليه ولا للافلام. وادواره في المسلسلات اللي كلها شبه بعض اللي بيروحوا يصوروها في لبنان دي، انت حسيت انه قدم فيها حاجه جديده بذمتك؟ انت ممكن تكون بتضحك مره اتنين بس ده علشان رصيده عندك يسمح، وفي ناس تانية بتضحك علشان بقوا حافظين ان الراجل ده اي حاجه بيقولها لازم نضحك، هو كده. وفي الحلقه دي مش هنقول حرام والله ان المنتجين مش بيشغلوه، ولكن الواحد هيقول للمنتجين اعتقوا لوجه الله، ربنا يكرمه ويرزقه بشغل، ما بنقولش عيش ويتقطع يعني، لكن مفيش بني ادم هيشتغل في 20 حاجه في نفس الوقت وهيقدر يبدع ويطلع حاجه جديده. بلاش تحرقوه علشان لو اتحرق وما بقاش عنده حاجه يقدمها هترموه وتروحوا تدوروا على حد تاني غيره. بلاش التطرف ده، يا اما تسيبوا الناس قاعده بالسنين في بيتها ما بتشتغلش، يا اما تمسكوا في اسمين ثلاثه كده تخلوهم يشتغلوا كل الحاجات اللي في الدنيا. وهو برضه عليه مسؤوليه، صحيح محدش يقول للفلوس لا، بس برضه يعني شويه ضمير. اتعرض عليك 30 عمل اقبل منهم 3، ما تقبلش 27 على المدى البعيد، ده مش كويس ليك ولا ايه؟ ولا بص ايه هنقعد نكرر. اكتبوا سبسكرايب وفعلوا زرار اللايك. سلام.